من بعد ما غتسمع القصه ديال هاد الولد خاصك ما عمرك تثق في الصحاب مازال. وهذا الشيء كامل سبابه واحد الحاجه ما غتدخلش لكم لعقلكم. انا مصطفى الاشهب كنقدم قصص حقيقيه اللي كناخذ منهم عبره. صهيب في عمره 20 سنه توفى الاب ديالو وخلاه باقي صغير، واصله من الجزائر. ملي كبر شويه تحمل المسؤوليه واخا هو باقي صغير، ولا خدم مع واحد الميكانيك، منها كيتعلم الصنعه ومنها كيصرف على الام ديالو. واللي كاع خرج لبرا كيجلس مع واحد 3 الدراري صحابو في القهوه. شويه بشويه غادي وكيكبر ولا كيفكر يدير المشروع ديالو. فعلا قرر يجمع راسو ويبعد على تضييع الوقت ودار واحد المحل صغير. وهاد صحابو لاحظوا باللي صهيب تبدل وما بقاش كيف كان وما عجبهمش الحال. حتى وصل واحد النهار من سنه 2023 واحد من هاد 3 صحابو اللي سميتو امين هز التليفون وصون على صهيب وقال ليه اجي دابا نشوفوك راه توحشناك. جا عندهم فعلا وجلسوا كيضحكوا ونشطوا، ولكن هو ما عارفش شنو كانوا موجودين ليه. بقاو جالسين شويه نضات صاحبو امين مشى قضى واحد الغرض وهو يرجع. ملي رجع جا من اللور ديال صهيب وغفلو وخوى عليه الماء قاطع على وجهه. صهيب طاح للارض وبدا كيغوت وهما هربوا بثلاثه في حالهم. جات الاسعاف وهزات صهيب جاب الله عتقوه من الموت، لكن للاسف وجهه مشى وما بقاش كيشوف. لقاو القبض على دوك صحابو بثلاثه واعترفوا للبوليس باللي الغيره هي اللي خلاتهم ينتقموا منه، حيت كان واحد بحالهم شويه تبدل وما بقاش كيجلس معاهم. العبره من هذه القصه ديال اليوم هو الا جاب الله سهل عليك شي نهار حسيتي باللي صحابك اللي كنتي معاهم قبل ما بغاوش لك الخير وما بغاوش لك التصوفه، غير بدلهم وبعد منهم، حيت ممكن بسبب هذه الغيره يديروا لك اي حاجه. امدر واش هذه القصه مازال غتخليك تثق في شي واحد؟